لو محتواك مش بيجيب نتائج او ريتس، في 95% من الحالات العيب مش بيكون في الاوفر، المشكله بتكون انه بيتكلم اصلا الناس اللي مؤمنين بفكرتك، بيستعملوا تول انت بتستعملها او اوريدي عارفين عن السيستم اللي انت بتشتغل بيه، ودول لا يزيدوا عن 2% من السوق بتاعك اللي هو التام التوتال ادريسبل ماركت. خلينا نفترض على سبيل المثال انك بتساعد الكوتشز يجيبوا عملاء عن طريق لينكد ان. في اغلب الحالات الناس هتعمل فيديوهات نفس الريتم بتاع ازاي تجيب عملاء من لينكد ان، بس المشكله في حاله زي كده ان معظم الفيديوهات بتاعتك هتشد الناس اللي اوريدي مؤمنين بلينكد ان وعارفينه كاداه وعارفينه كتول بتجيب بيها العملاء. في معظم الحالات او رساله بزنس اونرز في معظم الحالات ما بيكونوش مهتمين اساسا بالتول ولا السيستم اللي هيوصلهم للطريق. في معظم الحالات ومعظم الجمهور بتاعك كل اللي يهمهم ان هم يوصلوا للوجهه بتاعتهم، يوصلوا للنتيجه او يوصلوا للتارجت اللي هم حاطينه، ما يهمهمش قوي السيستم او التول او المركبه اللي هتوصلهم للنتيجه دي. وفي معظم الحالات بيكونوا عاوزين يوصلوا للعملاء. في حاله لينكد ان على سبيل المثال هم عايزين يبطلوا اوت ريتش والناس تدي لهم هم اساسا من الكونتنت بتاعهم، فطريقه الاحسن انك تاخد بيها الاتجاه ده. فبدل ما تعمل فيديو عن التول او السيستم اللي انت بتستعمله في العنوان صريح، انت دلوقتي عرفت النيدز بتاعتهم، عرفت ان هم عايزين يجيبوا عملاء، ما يهمهمش التولز اللي بيستعملوها. فممكن تعمل مجموعه فيديوهات على سبيل المثال تحت نفس الريتم انك ازاي تجيب عملاء وانت اصلا بتكره تبيع نفسك، اللي هو فكره الاوتريش على سبيل المثال. بس كده انت كده مسكتهم من البين بوينت بتاعتهم. جوه الفيديو بتشرح حاجه وكل حاجه زي الفل، بس بتقدم طريقتك اللي هي اللينكد ان على انها الوسيله اللي هتوصلهم للنتيجه اللي هم عايزينها. فانت في حاله زي دي انت ضربت عصفورين بحجر، وفي نفس الوقت استهدفت الناس اللي هم مؤمنين بلينكد ان في الاساس، يعني ما خسرتش حاجه في كلتا الحالتين. كل اللي انت عملته انه وسعت الدايره بتاعتك شويه، وهو ده سر النمو السريع على السوشيال ميديا. فبدل ما كان الفيديو بتاعك هيجيب على سبيل المثال 300 فيو، لا في حاله زي كده ممكن يوصل ل 3000 و5000، وانت كده داخل الفيديو اساسا هتوري الوسيله على انها لينكد ان. في نفس الوقت انت جبت دلوقتي 300 ليد على سبيل المثال اللي هم مؤمنين بلينكد ان في الاساس، وضفت عليهم كل الناس وفتحت افاق ان ممكن لينكد ان يوصلهم للوجه اللي هم عايزينه. فبقت فكره دلوقتي ان الليدز الجديده اللي عندك دلوقتي مش هتتقفل دلوقتي اي نعم زي بتوع لينكد ان، بس هيتقفلوا على مدار ايام او شهور قدام. فالمنظم من كل الموضوع انك ما تتكلمش مع المقتنعين بالفكره بس، كلم المحتاجين يقتنعوا، لان بعد ما تجرب وتخش في الموضوع هتفهم في الاخر ان هم دول بيكونوا افضل عملاء في الاساس. ولو عايز تعرف ازاي تطبق ده جوه محتواك اكتب لي كلمه ليدز في الكومنت وانا هبعت لك الفول بلاي بوك، جواها تعرف ازاي تبني محتوى مشترين مش بس مشاهدات عشوائيه. اشوفك في الفيديو الجاي.